أهلا بكم يا جماعة. في الكام دقيقة اللي جايين دول هنتكلم عن خريطة الطريق الكاملة، الدليل الشامل اللي هيغير شكل اللعب خالص للنجاح على يوتيوب في 2026. فلو أي حد بيحلم يبني قناة ناجحة وتكون مصدر دخل كمان، الشرح ده هو بالظبط نقطة البداية الصح. كتير مننا بيحلم يكون عنده قناة يوتيوب ناجحة في 2026، قناة توصل لملايين. بس دايما في سؤال مهم بيوقفنا كلنا: أبدأ منين؟ وإزاي أبدأ صح؟ النهاردة بقى معانا خريطة الطريق الكاملة دي، هنمشي مع بعض خطوة بخطوة في رحلة هتاخدنا من الصفر تماما لحد ما القناة تبدأ تحقق أرباح. جاهزين؟ يلا بينا نبدأ الرحلة دي فوراً. تمام أوي. خلينا نبدأ بأول وأهم خطوة. شوفوا، أي مبنى كبير وقوي لازم يكون أساسه متين. نفس الكلام بالظبط بينطبق على يوتيوب. الأساس بتاعنا هنا هو إننا نخلي الخوارزمية، أو يعني الكمبيوتر بتاع يوتيوب، يفهم إحنا بنتكلم عن إيه. العملية دي بقى ليها اسم مشهور وهو ال SEO. طيب إيه هو ال SEO ده ببساطة؟ تخيلوا إننا بنتكلم لغة يوتيوب، بنستخدم كلمات معينة عشان الخوارزمية تفهمنا وبالتالي تقترح فيديوهاتنا للناس الصح. والموضوع كله قايم على 4 حاجات أساسية. أول حاجة العنوان، لازم يكون واضح وجذاب زي غلاف كتاب يشدك تقراه. تاني حاجة الوصف، ركزوا قوي على أول سطرين، دول اللي الخوارزمية بتبص عليهم الأول. تالت حاجة التاجات أو الكلمات المفتاحية، مش محتاجين نملى الدنيا تاجات، لأ، كفاية قوي من 5 ل7 كلمات ليها علاقة مباشرة بالفيديو، وطبعا نحط فيهم اسم القناة عشان الناس تلاقينا بسهولة. وآخر حاجة ودي مهمة جدا، الصورة المصغرة أو الثامنيل، دي واجهة المحل بتاعنا، لازم تكون بتخطف في العين، ألوانها قوية والكلام اللي عليها يتقري من بعيد. تمام، أسسنا القناة صح. دلوقتي بقى نيجي لأقوى سلاح موجود حاليا عشان القناة تكبر بسرعة الصاروخ في 2026، بالذات لو القناة لسه في بدايتها. بنتكلم طبعا عن الشورتس. صدقوني دي مش مجرد موضة وهتعدي، لأ، دي حرفيا المحرك النفاث اللي هيطير بالقناة لفوق. طيب بصوا معايا كده على الشاشة عشان تعرفوا أنا ليه متحمس قوي للموضوع ده. شايفين الرقم ده؟ 30%. 30% من كل الزيارات على منصة يوتيوب كلها جاية من الشورتس. متخيلين يعني إيه؟ يعني تقريبا تلت أي حد بيفتح يوتيوب بيقعد يتفرج على شورتس. دي فرصة، يعني فرصة من ذهب، ما ينفعش أبدا نضيعها. طيب جميل، ازاي بقى نخلي الشورتس بتاعتنا تنجح؟ بصوا، خوارزمية الشورتس بسيطة جدا ومباشرة. كل اللي هي عايزاه حاجتين 2 بس. أول حاجة إن اللي بيتفرج يكمل الفيديو. حاولوا دايما توصلوا إن المشاهد يشوف 70% أو أكتر من الفيديو. الحاجة التانية ودي الأهم، إنه يعيد مشاهده تاني. أول ما حد بيعيد الفيديو دي إشارة قوية جدا ليوتيوب، معناها هاي المحتوى ده جامد جدا، لازم توريه الناس أكتر. طب إيه أنواع المحتوى اللي ماشية كويس قوي في الشورتس دلوقتي؟ في كذا حاجة. مثلا الفلوجات الصغيرة اللي بتوري لقطات سريعة وحقيقية من يومنا، المشاريع اللي بنعملها بنفسنا اللي هي مشكلة حل نتيجة في ثواني، فيديوهات التحول بتاعت قبل وبعد دي بتضرب دايما، وطبعا محتوى الحيوانات الأليفة اللي كلنا بنحبه، وتحديات الأكل والرقص. بس في نقطة أهم من كل ده، لازم دي تحتها 1000 خط، يكون المحتوى أصلي ومعمول مخصوص ليوتيوب. الخوارزمية دلوقتي ذكية جدا وتقدر تعرف لو الفيديو ده متاخد من منصة تانية ومحطوط زي ما هو. كده احنا عرفنا ازاي نستخدم الشورتس عشان نجيب مشتركين ونمو سريع. بس عشان نبني قناة بجد، قناة ليها مستقبل وتكون مستمرة، لازم نفهم اللعبة الأكبر. لازم نفهم خوارزمية الفيديوهات الطويلة نفسها. وهنا بقى حصل تغيير جذري وكبير جدا في طريقة تفكير يوتيوب. زمان قوي كانت اللعبة كلها عبارة عن أرقام، مين جاب مشاهدات أكتر، مين جاب كليكات أكتر، وخلاص. لكن دلوقتي الموضوع اختلف 180 درجة. يوتيوب ما بقاش يسأل كام واحد شاف الفيديو، لأ، سؤاله بقى كام واحد كمل الفيديو وهو مبسوط. يعني التركيز كله تحول من الكمية للجودة، من مجرد المشاهدة للرضا عن المشاهدة. والرقم اللي جاي ده بيلخص القصة كلها. القنوات اللي بتحقق نسب احتفاظ بالجمهور عالية، يعني اللي الناس بتكمل فيديوهاتها، بتنمو أسرع بمقدار 3.5 مرة. متخيلين الرقم؟ 3.5x. ده مش مجرد فرق بسيط يا جماعة، ده الفرق اللي بيحدد إذا كانت القناة هتنجح وتطير ولا هتفضل واقفة في مكانها. طب عشان الصورة توضح أكتر، بصوا معايا على المثال ده. عندنا فيديوهين. الفيديو الأول هنسميه ألف، جاب 100,000 مشاهدة، رقم كبير أهو. بس المشكلة إن الناس قفلت الفيديو بعد ما شافوا 10% بس منه. الفيديو التاني هنسميه باء، جاب 20,000 مشاهدة بس، خمس العدد الأولاني. لكن الناس اللي شافته كملت 70% منه. تفتكروا يوتيوب هيرشح أنهي فيديو فيهم أكتر للناس؟ طبعا وبدون تفكير الفيديو باء،
ليه؟ لأنه بعت رسالة واضحة للخوارزمية، الناس حبت المحتوى ده وفضلت معاه، وده أهم مليون مرة من رقم مشاهدات كبير وخلاص. ممتاز. كده عرفنا ازاي نبني القناة ونكبر ونخلي الخوارزمية تحبنا. نيجي بقى للسؤال اللي الكل مستنيه، سؤال المليون جنيه. ازاي كل ده يتحول لفلوس؟ والخبر الحلو بقى ان يوتيوب في 2026 سهل الموضوع ده اكتر من اي وقت فات. بص، دلوقتي تحقيق الربح بقى على مستويين أو مرحلتين. المستوى الأول بيبدأ بدري قوي، عند 500 مشترك بس. أول ما توصل للرقم ده، يوتيوب بيفتح لك طرق تكسب بيها فلوس مباشرة من جمهورك، زي ميزة سوبر ثانكس أو الانتساب لقناة ممبرشيبس. ده لسه مش إعلانات، ده دعم مباشر. أما المستوى التاني اللي هو بقى الربح الكامل من الإعلانات، ده بيبدأ عند 1000 مشترك. طب إيه الشروط بالتفصيل عشان نوصل لكل مستوى؟ خلينا نمسكهم واحدة واحدة. المستوى الأول اللي هو بتاع ال 500 مشترك محتاجين معاه حاجتين كمان، إننا نكون نزلنا 3 فيديوهات على الأقل في آخر 90 يوم، وكمان نحقق شرط من الاتنين دول، يا إما 3000 ساعة مشاهدة في آخر سنة، أو 3 مليون مشاهدة شورتس في آخر 90 يوم. تمام؟ طيب المستوى التاني بتاع ال1000 مشترك ده محتاج معاه شرط واحد من الاتنين دول، يا إما 4000 ساعة مشاهدة في آخر سنة، أو 10 مليون مشاهدة شورتس في آخر 90 يوم. شايفين الفكرة؟ يوتيوب بيديك اختيار، تقدر توصل عن طريق الفيديوهات الطويلة أو عن طريق الشورتس، الطريقين مفتوحين. نيجي بقى لآخر موضوع معانا، وهو يمكن أهم وأكتر موضوع عليه جدل الفترة دي، الذكاء الاصطناعي أو ال AI. بنسمع كلام كتير وإشاعات أكتر، ناس تقولك مسموح وناس تقولك ممنوع. دلوقتي هنحط النقط على الحروف ونفصل تماما بين الحقيقة والخرافات في قصة استخدام ال AI على يوتيوب. السؤال واضح وصريح وكلنا بنسأله، هل لو عملت محتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي يوتيوب هيرفض تفعيل الربح في قناتي؟ والإجابة القاطعة جاية من يوتيوب نفسه. ده بيان رسمي منهم بيقولوا فيه يوتيوب بيرحب بصناع المحتوى اللي بيستخدموا أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين المحتوى بتاعهم، والقنوات دي بتفضل مؤهلة لتحقيق الربح. يعني إيه الكلام ده؟ باختصار شديد يا جماعة، المشكلة مش في الأداء، المشكلة في طريقة استخدامها. يوتيوب مش ضد ال AI، هو ضد الكسل وضد المحتوى اللي مفهوش أي لمسة إبداع بشرية. والجدول ده بيلخص الفكرة كلها، الفرق بين المسموح والممنوع. بصوا على الناحية الشمال، المسموح إنك تستخدم ال AI كمساعد يساعدك في مشروع، أو تكتب سكريبت أصلي وتخلي صوت AI يقراه، أو تعمل رياكشن وتضيف تحليلك ولمستك. أما بقى الناحية اليمين، المرفوض، إنك تخلي بوت يعمل الفيديو كله من الألف للياء، أو تجيب تجميعات فيديوهات وتلزقها في بعض من غير أي تعليق، أو تخلي صوت آلي يقرأ مقال من ويكيبيديا بالحرف. شايفين الفرق؟ الخلاصة كلها في كلمة واحدة، القيمة المضافة. لو بتضيف قيمة بشرية فأنت في السليم، لو بتنسخ وبس فقناتك في خطر. وفي النهاية لو هنلخص كل اللي قلناه ده في جملة واحدة، سر النجاح في 2026 بسيط جدا: كن مبدعا لا ناسخا. بصمتك الخاصة وشخصيتك هي أقوى ميزة تنافسية عندك، دي الحاجة اللي محدش يقدر يقلدها. فبدل ما السؤال يكون إيه اللي ترند دلوقتي، خلي السؤال إزاي أنا أقدر أضيف قيمتي ولمستي الخاصة للترند ده. الإجابة على السؤال ده هي اللي هتفصل بين قناة بتطلع زي الألعاب النارية وتختفي، وقناة تبني اسم حقيقي بيفضل ويكبر مع الزمن.